السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وتجربة جديدة إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة الشاباتي التونسي على طريقة أم وليد، حاجة توالم الصيف بخبز خفيف وحشو بنين. ما نطولش عليكم ونروح نسيوها كيف كيف. من قبل ما نبداو صليوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساوناش بالأبوني والجام. نبداو بعجينة الشاباتي نتاعنا اللي نحتاجو فيها كاس حليب يكون دافي، مغرف كبيرة سكر عادي، مغرف كبيرة خميرة فورية، 3 مغارف كبار زيت، مغرف صغيرة نتاع ملح، وكمية نتاع الفرينة نلمو بها العجينة. نجيبو بسينة نقولو بسم الله ونبداو في طريقة التحضير. نسبقو في الحليب نفرغوه مع الخميرة الفورية والسكر ونخلطوهم مليح بواسطة فوي. من بعد نزيدو لهم الملح والزيت ونكملو تحراك. نخلطوهم شوية، من بعد نبداو نضيفو في الفرينة نتاعنا على دفعات. وفي هذه المرحلة نحي الفوي نتاعي ونكمل نلمها بيدي. نلوحو الفرينة ونلموها حتى نتحصلو على عجينة طرية وتتلاصق في اليدين. وهنا نحيها من البسينة ونحطها فوق لو بلان دو طرافاي نتاعي. نبدا ندلك فيها شويه، واحد 2 ولا 3 دقائق، وما تخافوش مم اذا كانت تتلاصق شويه مع الاول غير تبداو تدلكوها حتلم روحها. واذا شفتوها ما تلمتش معناها ناقصه فرينه، يعني غير زيدوا لها شويه. هكا انا كملت لميت العجينه نتاعي وجبت البسينه اللي كانت فيها، دهنتها بالزيت، حطيت العجينه نتاعي وعاودت دهنتها من الفوق. نغطوها ونخلوها تخمر لمده نصف ساعه، وهذه هي مرمجة هذيك النص ساعه. وكما راكم تشوفوا خمرت لي تخي بيان. نسي نطيح لها شويه هذيك الخميره. من بعد نحيتها وحكمتها، قسمتها ل6 قطع متساويه. وهذا ال6 قطع نتاوعي يخرجوا لي حجم متوسط، يعني اذا حبيتوا الحجم نتاعكم يكون كبير قطعوها 4 قطع. بون كملت لوزت القطع نتاوعي ومديت لهم هذاك الشكل الدائري. من بعد جبت ساشي نقي فرشته فوق البوطاجي ودهنته شويه بالزيت. من بعد بديت نحل في الخبزات نتاوعي بالحبه بالحبه بواسطه الزيت، وفي هذه المرحله الزيت ضروري، لازم نحلو به العجينه نتاعنا. وحليها غير بيدك، في هذه المرحله ما نحتاجوش الحلال. وشنو كي تجي تفتحيها خليها شويه خشينه كما راكم تشوفوا هكا باش تجيكم خفيفه. ما تنسوش رواحكم وتحلوها حتى ترقاق، خاطر من بعد كي تجوا طيبوها حتيبس. وهنايا الحبه اللي نحلها نهزها ونحطها فوق هذاك الساشي اللي وجدته من قبل. وكي كملت الكميه اللي عندي عاودت غطيتهم كامل بساشي واحد اخر من الفوق وخليتهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه واحده اخرى. كي جازت واحد 10 دقائق شعلت على الطاجين نتاعي باش يسخن. من بعد درت له شويه زيت وبديت نلف الشاباتي نتاعي بالخبزه. وهنايا هذاك الساشي اللي فرشته من تحت حيعاونكم في الهزان، يعني حتهزوا الخبزه نتاعكم فاسيلمون وماشي محتاجه شطاره. هو تقدروا تطيبوها فوق مقله ما تلصقش، مي الطاجين خير خاطر تقدري تطيبي فيه شحال من حبه كما راكم تشوفوا. وكي يعودوا الخبزات نتاعي يطيبوا نحاول ندورهم هكا فوق الطاجين باش يطيبوا لي على وجه واحد. وكي نكمل نطيبهم على الجهتين نحاول نوقفها هكا فوق الطاجين باش هادوك لي كوتي نتاعي يحمروا شويه وما يقعدوليش بيوضه. وهذا هو شكل الخبز نتاعي مور ما طاب. وشنو ما لازمش نمسوه كامل وهو سخون، نخليه هكا بجيه حتى يبرد. وفي هذا الوقت نروح نوجد لافارس نتاعي معاكم. في الحشوه نتاعي جبت شلاضه مشويه، فلفل حلو، طماطيش مشويين، زدت لهم ثوم وفينيغرات، وهذا ما كان. تحبوا ديروا كيفي، تحبوا ديروا حميص ولا ديروا واش حبيتوا. نحتاجو تاني معدنوس مقطع وبصله مقطعه قطع صغيره. وهنايا جبت مايونيز وزدت لها مغرف هريسه وخلطهم كيف كيف. نتوما تحبوا ديروهم سيباري كل وحده وحدها ديروهم نورمال. عندنا تاني كميه نتاع طون و3 حبات بيض. هو في الصح الشاباتي في كل خبزه يديروا فيها حبه بيض ويزيدوا لها البصله والمعدنوس. مي انا الخبزات نتاعي درتهم صغار، يعني لو كان ندير حبه كومبلي نتاع بيض تجيني شويه فايضه على الخبزه. صافي جبت طبسي وكسرت فيها هذوك الحبات نتاع البيض، زدت لهم المعدنوس والبصل وزدت عليهم ملح وفلفل الكحل. ضربت كلش مع بعضه وكي نجي نطيبهم نهز بالغراف ونلوح في المقله. بهذه الطريقه نقدر نتحكم في الدويره نتاع الاومليت نتاعي باش تجيني قد الخبزه قد. وهادو 3 بيضات اللي درتهم خدموا لي 6 اومليتات صغار. نحطهم بجيه ونجيب الخبز نتاعي ونفتحه قدامكم. وشنو ما نفتحوش كامل، نخليه لاصق في الطرف ونبدا نعمر فيه. نسبق في الفرماج اللي نسيت ما قلت لكمش عليه من قبل.
من بعد نزيد فوقهم هذاك الخليط نتاع المايونيز والهريسه، من بعد الطون، وفوقهم الاومليت، واخر حاجه الشلاضه نتاعنا. وبهذه الطريقه يكون الشاباتي نتاعي وجد. نكمل نعمر الخبزات نتاعي كامل حتى نتحصل على هذه النتيجه الهائله. ومادام كملنا خدمتنا جا وقت نعطيكم رايي في لاغوسيت ونقول لكم باللي تستاهل تجربوها، خاطر جا ساندويتش بنين خفيف مي او ميم طون يشبع. يعني انا نهار اللي درتها كنا غير 3 في الدار ودرتو للفطور، كلينا غير حبه حبه، واللي قاعد سخناه للعشاء وكي سخناه قاعد على حاله، يعني تاكليه وتستغلي. واذا حبيتوا تجربوه يعني هذا هو وقته، حاجه تناسب الصيف، خفيف للعشاء ويحبوه الدراري. جربوها وباذن الله ما تندموش. وفي الاخر ما ليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوناش بالابوني والجيم وفعلوا الجرس باش كل ما نجربوا حاجه جديده تقدروا تشوفوها. واذا حبيتونا نجربوا لكم كاش غوسيت خليوها لنا في لي كومونتير. وسلام.